مساء النور شوشواتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. راني حطيت لكم وصفه البيتزا اللي طلبتوها مني في الفيديو اللي فات. بزاف بزاف بنينه، بزاف هايله وقطنيه وبنينه، راح توليو مدمنين على هذه الوصفه. قبل ما نبداو في طريقه التحضير والمكونات، ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتجام وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وخلينا نروحوا للوصفه. نحتاجو كاس ماء يكون دافي، نحتاجو ملح، نحتاجو سكر، نحتاجو ايضا خميره، نحتاجو حليب لحظه، ونحتاجو شويه زيت وبيضه. هذا ما كانش نحتاجو. نبداو فيت في الوصفه باه ما نطولش عليكم. نحتاج ريسيبيون، هنا خدمت تاع البيتران لاني راح نحطها تتعجن في البيتران. الناس اللي ما عندهاش بيتران تخدم بيدها عادي جدا. اول حاجه واش راح ندير؟ راح نحط ملعقه من الخميره. فوالا، نحتاج ملعقه كبيره هكا، مغرف كبيره خميره. راح نحط معاها ملعقه ونصف من السكر. فوالا، بسم الله، هكا ملعقه ونصف من السكر باش تخمر لنا مليح. وراح نضيف لها الحليب، حليب تاع جود نسرقوا لها منه هنايا ملعقه كبيره تاع الحضه. دركا في المرحله هذه راح نضيف الماء كما قلت لكم ضروري جدا انه يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، يعني باه ما تفسدلناش العجينه تاعنا والخميره ما تطلع لهاش ما تطلعش الخميره تاعها كما نقولوها. لازم يكون دافي برك. بسم الله، فوالا، راح نخلط كلش مع بعضه. دركا سيداتي راح نضيف البيضه. بسم الله، فوالا، وراح نضيف الزيت هنا نديو 5 ملاعق، تقدروا ديروا ربع كاس. هنا واحدة، زوج، 3، 4 و5. راح نزيد نخلط الخليط تاعي مليح. فوالا، دركا راح نلوح الفرينه تاعي ومعاها الملح. ما تنساوش الملح لانه كاين بزاف اللي ينساو الملح في العجائن، لانه نخليوه هو الاخر. شوفوا الفرينه راح ندي 3 كيسان عفوا من الفرينه، وكل وحده والفرينه تاعها. انا راح نحط هنايا 2 كيسان ونص، يبقى لي النص الاخير نكمل نشوف معاه كي تتعجن. هذا الكاس الاول، بسم الله، نزيدو الكاس الثاني. فوالا، هذا الكاس الثاني راح نزيد نحط نصف كاس هكا، نصف كاس، ونحط الملح ملعقه تكون صغيره يعني مليحه باش ما تجيناش العجينه تاعنا مسوس. وهذه هي دوك نحطها تتعجن في البيتر. شوفوا انا العجينه تاعي بانت لي مازالت جايه، راح نزيد لها النصف الاخر، يعني كلش راه 3 كيسان. كنت على بالي تحكم لي 3 كيسان، ولكن خفت، قلت الفرينه هذه تكون تشرب بزاف ولا. راح نزيد شوفوا كرامي وصلت للقوام المناسب. العجينه ما تكونش يابسه بزاف، شوفوها يعني تجي طريه العجينه تاعي هكا. سي بون، هاي العجينه تاعي راح تكون طريه فقط. دوكا راح ندير لها طريف مارغرين فيها، ندلكها مليح واحد ميم با 2 مينوت ا 3 مينوت وسي بون، يعني وتكون العجينه تاعي واجده. فوالا، نحط لها طريف مارغرين وراح ندلكها مليح. ندخل هذاك المارغرين فيها، يعني العجينه تاعي راهي معجونه خالصه، فقط باه ندخل لها المارغرين. اللي ما عندهاش بيتران سيداتي تستخدم يدها، يعني عادي جدا. فوالا، العجينه تاعي راهي واجده. راح نحطها في بابي فيلم، نخليها تخمر حتى لساعه من الزمان، لانه راه بارد الحال. ساعه ونولي لكم. وما بين زمان تخمر العجينه تاعنا، راح نديروا لاصوص مع بعضنا.
الصلصه سيداتي واش نحتاجو 3 حبات طماطم، نحتاج حبه بصله صغيره، نحتاج شويه توم، وبيان سور لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، شويه فلفل حمار باش يعطينا هذاك اللون، وايضا شويه زيت، شويه طماطم مصبره. وهذا مكان تبعوا معايا التفاصيل. دوك انا هادو راح نقيهم، نقصهم طرف ونحطهم في البوبوطه تاعي. دو بريفيرونس تكون بالغطاء، يعني باش طيب لكم الطماطم ليه من الاحسن، يعني باش تغطيوها وتطيب ليه. يلا تبعوا معايا. راح نضيف لها دركا مغرف تاع ملح، مغرف صغيره هكا. ونضيف لها ايضا القليل من الزيت، غير شويه هكا. راح نضيف لها ايضا القليل من الفلفل الاسود، وراح نضيف لها ملعقه من الطماطم المصبره، نحطها نصف كأس ماء ونحطها طيب. نضيف لها القليل من الماء هكا، غير شويه، ونحطها يعني طيب على نار قليله باقي لها حتى طيب ونميكسيها. شوفي سيدتي هنا راهي خمرت لي العجينه تاعي. بعد ما خمرت واش راح ندير؟ راح نخرج لها الطلعه، يعني راح نعاود ندلكها باش تخرج لها هذيك الطلعه، وراح نعاود نزيد نلمها ونعاود نحطها تخمر، يعني ترتاح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، ونبداو نطرحوها. شوفوا لاصوص تاعي هنايا راهي طابت، فوالا طابت لي الطماطم وطاب لي البصل. دوكا راح نطفي عليها ورايحه نميكسيها بالبلا ميكسر. بعد ما طابت لي راح نلوح عليها القليل من الدبشه باش تطلق لي هذاك الكو، وخلاص يعني لاصوص تاعي راهي واجده هكا، نقدر نطيب بها عادي جدا. وشوفوا لي العجينه تاعي كيفاش خمرت، يعني راح تجيكم خفيفه ما شاء الله هاد العجينه. شوفوا معايا. دوكا راح نطرحها دائريه الشكل، وراح نعتلكم الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو، راح نعطيكم كيفاش ديروه، يعني وسهل معاه. تبعوا معايا. نحط شويه فرينه في لو بلون دو طرافاي تاعي باه ما تلصقليش العجينه كيما على بالكم راهي طريه، ونطرح لاباط تاعي نطرحها رقيقه. ما تنساوش لانه لاباط تاعنا راهي فيها الخميره. نحطوها في مول، وشوفوا معايا يعني الفيديو راهو موضح، يعني الصوره راهي تعبر على نفسها. نحكموا الموس ونقطعوا هذوك الحرف باش نديروا هذيك المثلثه ونحشيوها بالفرماج. الفيديو راهو موضح، يعني حبيت نعطيلكم كل شيء بالتفصيل خير من نهضر باه تفهموني مليح. دركا كل مثلثه راح نحط فيها مورسو تاع الفرomage باش ما تجيش شايحه هذيك الحراف. نعرف بزاف الناس يطيشوا الحراف يقولك راهم شايحين، ايبا حنا اون بروفيت لوكازيون ونحطوا فيها الفرماج، لانه منها بها ومنها دفا، ماشي زعما البها وقلت الدفا لا لا اختي باهيه ودافيه هذه هي. دركا شوفوا نحكموا الحراف في زوج، نلموهم على بعضاهم باش يتشكل لنا هذاك المثلث. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوها، سهله. يعني نحكموا الحرف اليمين والحرف اليمين ونجيبوهم عند بعضاهم هكا باش يتشكل لنا هذاك المثلث، وخلاص يعني هكا وتكون الشكل تاعي واجد. من بعد نجيب اي حاجه دائريه. انا هنايا غرفيه، عندي غرفيه صغيره. هاد الغرفيه عندكم تشوفوها في وصفات يا اختي راني ديما نستعملها، نطبع بها، نمور بها، ندير بها كل شيء، لانه صغيره يعني جايه ظريفه توالم قدهن حاجه. قلت لكم تحطوا اي حاجه في الوسط، ومن بعد تعمروا البيتزا تاعكم بالشيء اللي يعجبكم. كيما هنا درت لاصوص طوماط اللي شاركتها معاكم. هذه لاصوص طوماط طيب ليه وسهله وخفيفه وبنينه، وأون بليس انا نديرها ميم سي في رمضان هكا، ندير كونتيتي ونحط في الكونجيلاتور باش خطره على خطره نجبد منها بلا ما نزيد نعاود نطيب، ما يصرى لها والو. بون انا هنا البيتزا تاعي حطيت فيها شويه طون، شويه زيتون مقطع، شويه فرomage غابي،
وانتوما حطوا الشي اللي يعجبكم والشي اللي تحبوه. دوكا بعد ما درت الشكل تاعي نحيت هذيك الغرفيه، والدائره اللي تقعد راح نقسمها على 8، يعني نولي نقسمها ساع على ربع، على الرباع هكا على 4، ومن بعد كل ربع نزيد نقسمو على النص. هذه هي. دركا هادو شتو وين كاين مثلثه نحط مورسو فرomage ونغطي به، نغطيه بالعجينه هذيك. شفتوا معايا، شوفوا حطيت الطرف تاع الفرomage ومن بعد هذيك الطرف تاع العجينه اللي حطيتها هكا من فوق باه نغطي هذاك الفرomage ما يتحرقليش وتجيني بنينه. وهذه هي سيداتي، هذا هو الشكل. بزاف هايل، بزاف راقي، يصلح سورتو هكا كي يعود عندكم نقولوا ضياف، ولا حبيتوا تبدلوا نتوما بعد هكا الشكل لوليداتكم يفرحوا به. شكل مليح يعني وما يديش بزاف الوقت، ساهل، ليه يعني تخرجوه. انا درت هذيك القريصه الصغيره ودرت هذه الكبيره، يعني درتها كعبر ومدلعور حطيتها طيبت عليه ليه برك. وهذه هي البيتزا تاعي، جات بزاف هايله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه الجديده. ما تنساوش كما قلت لكم ديروا لي اشتراك والجام وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ودركا مبقى ليا نقول لكم غير تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، روتين جديد، وصفه جديده، بنه جديده. هذا ما كان، يلا بقاو على خير، مع السلامه.